السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم إخوتي من جديد في قناة يوسف الونشريش لتربية الطيور الحسون والكناري. كذلك مرحبا بكم في قناة عالم الحيوانات والطيور بكل أنواعها. إخوتي في الله، اليوم حبينا نتطرق واحد الموضوع مهم جدا خاص بطائر الحسون الخلوي أو السوفاج، الذي هو معروف يدخل بقوة وبكثرة في شهر يعني أكتوبر ونوفمبر وديسمبر. معظم إخوتي في الله المربين أو عشاق طائر الحسون لما يذهبون لشراء طائر الحسون الخلوي أو السوفاج، في معظم الأحيان الطائر يفقد الطائر تاعو، يعني يموت. وكذلك ممكن كذلك يمرض له، إذا ما مرش يفقد الطائر، والعكس صحيح هكذا. اليوم حبينا نقدم لكم بعض النصائح مهمة، وإن شاء الله تتبعوها لتفادي بعض المشاكل بإذن الله. إخوتي بالله، هذا هو طائر يعني خلوي، تبارك الله ما شاء الله. راني شريته يعني من عند الأخ والصديق، يشري شوية سوفاج. الحاجة الأولى ولا الإجراء المتخذ الأول هو أنك تأتي بالطائر تديرو في قفص، تعزلو يا خالتي، ما تديروش مع الطيور اللي عندك في البيت، تعزلو، تخليه وحدو. واش دير؟ الحاجة الأولى تشوف واش كان يقدم له يعني في السالفة، واش كان يقدم له الأكل. هي في معظم الأحيان يقدم له كما يقول لك خلطة من البذور، الميلونج. علاش؟ هكا نتفاداو باش نفقدو الطائر. من الأحسن أنك لما تشري الطائر السوفاج أو الخلوي مباشرة تقدم له يعني مجموعة من البذور، يعني خليط من البذور، الميلونج كما هو معروف، في كل أنواع البذور: الشيا، زرعة الشوك، النيجر، البيريلا، زرعة الكيف، كل البذور هكذا. باش الحاجة الأولى نتفاداو الطائر باش ما يتبولناش وما يمرش، أيوم ما نفقدوش الطائر. هكذا الطائر الزامع يأكل كل البذور، هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية قلنا ديرو في قفص وتعزلو، ما ديروش اختلاط مع الطيور اللي عندك في الدار، باه إذا كان مريض ولا كان حاجة ما يعديلكش، ما يكونش هناك عدوى. نروحوا للحاجة الثانية، لما تقدم له الماء من الأفضل أنك تبدأ بليزاسيد، الأحماض العضوية أو خل التفاح. هذا اثنين إجراءات تديرهم لمدة على الأقل 10 أيام، 15 يوم. لما تشوف أنك صاي الطائر تاعك خلاص يبو صاي خلاص، تخطى هذه المرحلة، ويعني مرحلة نقدروا نقولوا عليها مرحلة الخطر. هنا تبدأ الطائر تاعك ديرو مع تبغي، حبة تطلقوا في السلاكة، حب ما على باليش هنا ديرو في قفص ما عندك أنثى، وهكذا. هذا هما أهم الإجراءات خاوتي اللي ديروهم. نعاود نأكدو خاوتي: الحاجة الأولى نعزلو الطائر، ما نديروش اختلاط مع الطيور اللي عندك في الدار. الحاجة الثانية نأتي له بخلطة من البذور باه ما نفقدوش الطائر، باه الطائر تاعك يقدر ياكل كاع واش كاين اللي عندك بذور. ما تقدملوش، ما تقولش بعض يعني المربين واش يدير، يقول لك نقدم له البذور الساك. هنا بذور الساك هنا ممكن تفقد الطائر تاعك، ما ياكلوش ولا غير يموت لك بالجوع. هذه الحاجة الثانية. الإجراء الثالث أنك تقدم له مجموعة يعني عفوا إخوتي بالله، تقدم له خل التفاح أو الأحماض العضوية في الماء، تدلو يعني نهار بنهار ولا يومين، يعني على الأقل مرتين أو ثلاثة بالأسبوع. هذا لمدة 10 أيام أو 15 يوم. صاي الطائر تاعك يتخطى هذه المرحلة، هنا تبدأ تقدر الطائر تاعك تطلقه في السلكة تاعك أو في الأقفاص اللي عندك. إخوتي في الله، إن شاء الله نكونوا فدناكم. وبغيت نحبذ لكم ثاني نمد لكم واحد المعلومه ثاني. انا كما راكم تشوفوا عندي سلاكه تبارك الله ما شاء الله، ربي يوفقني ان شاء الله ويوفق الجميع. واش راح ندير؟ هاني جبت هذاك قلت لكم لي بلي ها راكم تشوفوا له، هذاك السوفاج الخلوي راني هنا راني جبته، ان شاء الله الصوره تكون واضحه. واش ندير؟ انا ما نطلقوش مباشره بالسلاكه، انا نديرو في البلاصه كيما هكذاك في المكان تاعو المعتاد، ومن بعد واش ندير؟ نفتح له القفص، نفتح الباب كيما راكم تشوفوا هذا لهنايا، كيما راكم تشوفوا اني فاتح لهنا الاقفاص هكذا.
راكم تشوفوا هذه هنا هكا. الطائر تاعنا واش يدير؟ يتعود، يبدا يدخل ويخرج هكذا، يتعود ياكل. راني ندير له المأكليات لهنا كلش هكذا، باش كي يمرض لك الطائر في السلاكه مباشره، ولا غير اخوتي في الله، الطائر كي يمرض ويحس بروحه فاب يدخل ديريكت لهنا في القفص تاعو، وهنا يسهل عليك باش تحكم الطائر تاعك وتشخص المرض. خوتي في الله، نقول لكم بارك الله فيكم. شاركونا في صندوق التعليقات، كي واحد عنده استفسار ولا عنده معلومه يحب يزيدها لنا. خوتي اي واحد يجي جايز ولا فايت على الفيديو ماذا به يخلينا تعليق، يخلينا معلومه حبذا وان نستفادوا. اخوتي في الله، واش راح نقول لكم؟ بارك الله فيكم، نقول لكم ربي يوفق الجميع ومرحبا بالجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في فيديو إن شاء الله جديد.